القصيدة بعنوان لن تضل من تبعت الأثر. إذا جنت الظلماء وانخدع البصر وهاجت بك الأهواء واختلف البشر، فإن رمت أن تنجو وتستلم الهدى بقلب سليم الصدر فاتبع الأثر، فرأيك ألقيه الحشاشة إنه عدو لمن يهديك للحق يا غدر، وفهمك للقرآن إن كان صائبا فذاك وإن أحسنت ضرب من الوزر، فكيف وإن أخطأت يا ويل من غدا يفسر ما يهواه بالرأي والنظر. وما الفرق بين المهتدين وبين من أضل بفهم الوحي بعضا من البشر سوى هذه الآثار؟ نطلب دونها أناسا مع الوحيين قد عاينوا الخبر، فإن رمت أن تحتج بالوحي يا فتى فلا تشتكي عيناك من أكلك الجزر، فقد نزل القرآن فيهم وهم على بفهم لغات الوحي أدرى ولا فخر، فقد شاهدوا التنزيل وادركوا الهدى وشابوا على الإسلام واختطفوا الثمر، فزكاهم الرحمن علما وغاية وفهما وإخلاصا، فما مثلهم بشر. إذا قال منهم قائل بعض رأيه فقد نزل القرآن وفقه عمر، وقال ابن مسعود برأي فجاءه من الله تصديق الرسول بلا وزر، وحكم سعد في اليهود برأيه فصدقه الرحمن إذ وافق الخبر، فمن مثل هذا في الخوالف رأيه هذا حجة والرأي من بعدهم خطر، فيا ويحه من يدعي سلفية فإن جاءت الآثار ولا لها الدبر، وقال وهز الرأس ليست بحجة وهن رجال يخطئون وهم بشر، فهذا ورب الناس دين رأيته قديما بأهل الرأي بل هو قد ظهر، وأحياه من ولى الأحاديث ظهره وعيته بالأسحار حفظا فما صبر، وإن الذي ألقاه النعمان في الورى وهذا الذي أحيا سواء وما شعر، ما قيل في العهد القديم مقولة إذا جاءت الآثار قد بطل النظر، إذا جاءت الآثار قد بطل النظر.